كيف العادة لا بقى متفرجيش في البارتي الأولى والثانية، سير ضرب عليهم طليلة وجي شد بلاصتك معانا. الحكاية ماشي غير هضرة، الحكاية هي الطريقة باش كنبقاو عايشين ملي كيسد علينا الواقع البيبان. في البداية كان عندي مخزون ديال القصص كيسحب ليا ما غيساليش، ولكن مع الوقت البير نشف. الذاكرة بدات كتخوى والقصص ولات كتهرب ليا من بين يديا. تما فين بدات اللعبة الحقيقية، بديت كنلم الطراف الضايعين وكنعاود نركبهم في خيالي ونخيطهم كيف بغيت. وليت كنخلق حكايات من العدم غير باش نحس باللي مازال عندي شي حاجة ديالي. في البداية كنت خايف، ما كنتش كنبغي نعرف باللي هادشي اللي كنقول راه غير خيال. حتى شفت باللي الناس محتاجة لهاد الحلم، عرفت باللي الحكواتي الحقيقي هو اللي كيعرف يوازن بين الواقع القاسي وبين ديك الشجاعة باش يبتكر عالم بديل. ما اكتفيتش بالحكي، قررت نولي حارس للوقت. بغيت تعرف علاش؟ حيت فاش كتكون محبوس الوقت هو العدو الاول. انا قررت نولي سيدو، بديت كنحسب النهار والليل، قيد التاريخ الهجري والميلادي وكنت كنعس على السنين الكبيسة باش ما نغلطش. وليت كنعرف الساعة غير من جماعة الطيور ومن حس الحارس البعيد. كنت كنخمن الوقت بواحد الفارق دقيق. مع الوقت ولات الارقام هي السلاح ديالي ضد الملل. الحساب الذهني، الجمع، الضرب، عمليات معقدة كنعاودها وكنقلب على حيل باش نتقنها. كنت كنشارك معايا صحابي في الحبس، كنقسمو التعب، كنشحطو عقولنا باش ما تموت. الا واحد اللي هو القبطان بن دورو، رئيسي السابق، هذاك كان غير كيزيد ينقص علينا حياتنا. كنت كنحاول نحافظ على دماغي شاعل، نخليه ديما خدام. دازو سنين، 10 سنين، 12 عام، كنت صامد كنحارب السطا ديال العقل. حتى لواحد النهار فين عرفت بلي كاين عدو ما كيتشافش، عدو كيدخل مع النفس اللي هو نقص الاكسجين. هو اللي في الاخر وبكل اسف بدا كياكل ليا في الخلايا د راسي ويطفي الضو واحد بواحد. فاش كطيح الشتا السقف ديال الزنزانه كيولي بحال الغربال، لما كيدخل من كل جنب والزنزانه كتولي تعوم. ما كيبقى ليا غير واحد الركن صغير في الدكه، كنهرب ليه، كنجمع على راسي وكنشير ركابي جهه حنك. والغطا اللي عندي ديك التقشيره اللي كنسميها، اللي ما كتنفع حتى مع التشاشط الماء. كنت كنبقى تما سيمانه كامله، سيمانه كامله بلا ما نتحرك، بحال شي تمثال متجمد. شنو كان كيدير عقلي؟ كان كيحسب. كنبدا نحسب كل قطره د الماء اللي كطيح فوق راسي، كنوصل لارقام خياليه في نهار واحد حتى كيتلف ليا الخيط ونبقى نجمع في المقادير. كنت كنحبس واحد اللحظه باش نرتاح وباش نرجع للتركيز، ولكن كنت كنرجع. علاش؟ حيت الا حبست الحساب الحماق غيضرب عندي طليله. كنت كنحسب باش نبقى حي، باش نبقى عاقل، سواء في لحظات الالم اللي ما كتشوفش نهايتها، ولا حتى في اللحظات الزوينه اللي كتجي لواحد بحالي وسط هاد القبر. حيت حتى في وسط القبر كاينين لحظات زوينه، ولولاهم ما كانش الصبر معنا. ما عمرني كنت بعيد على داك العالم ديالي، بعيد على ذاكرتي، خيالي، حساباتي ولا روحي. كنت بحال شي شجره، الجذور ديالي غارقه في الايمان والفروع ديالي كترضع من الثقافه ومن المتخيل. كنت كنتنفس الاحلام، احلام كانت هي الدرع ديالي، هي اللي كتحميني من البرد ومن الجوع ومن الغم اللي بغى ياكل قلبي. الحلم كان هو التعود، والحلم الاول اللي شفتو تما، داك الحلم اللي معمرني نسيتو ومازال حتى اليوم كنشوفو قدامي بحال لو وقع غير البارح. شفت راسي في داك الصحن الفسيح ديال رياض طفولتي، ديك النافورة اللي في الوسط اللي دايرين بها بزاف النافورات، وشجرة الفاكهة اللي كانت حارس على نقاوة البلاصة وذكرياتها. وفي القنت الكوزينة، ديك الكوزينة اللي كان كيخالف البدخ ديال الرياض، حجرة مربعة بساطة كتيرة، حيوط كيبان فيهم أثر الزمن، أثر المواقيد اللي كانت كتحرق فيها الخشب، وباب ضيقة في الاخر كتديك لواحد البلاصة غامضة، بلاصة كنا كنسميوها بيت البير. كانت تما بير حقيقي، صورها طالع غير شوية على الأرض، وكانت أمي الله يرحمها دايرة ليها غطا مزيان باش حنا الدراري ما نطيحوش فيه. داك البير كان هو القلب ديال الدار، شحال نفعنا وشحال روينا منها
قبل ما يدخلوا علينا قنوات ديال الماء. اما الباقي ديال داك البيت فكان واحد الحيز طويل مخصص غير للمهملات وداكشي اللي مبقاش صالح. كانت ديما غارقه في واحد الظلمه خفيفه وكتشم فيها ريحه العفونه، ريحه ديال الزمن اللي داز وخلى وراه الاثار. في الحلم ديالي لقيت راسي كنحفر في داك البلاصه الخياليه ديال البير. كملت الحفير حتى غتصات الحفره في عمق الارض، تجبدت فيها وبديت كنرد التراب على راسي. اغرب احساس داز عليا في حياتي كامله هو هاد اللحظه. كنت انا هو الميت وانا هو الحفار بجوج في دقه واحده. كنحس بثقل الرفش في كف يدي بحال الا كنشد في ثقل شي حاجه، وكنسمع صوت التراب وهو كينزل عليا، كيدفيني وكيتجمع فوق لحمي، كيدخل في حوايجي وكيعمر عينيا وفمي وودني. وفي ديك اللحظه حليت عيني، لقيت راسي في داك الحبس، الحيوط المضببه اللي كتخنق والصمت اللي كيضرب على البنايه كامله. كنت هادئ بزاف، ما حسيت بلا خوف لا بانتفاضه. داكشي اللي شفت ما كانش كابوس، كان شي حاجه كبر مني. عمرني ما عاودت هاد الحلم لشي حد، خليته لراسي بحال شي سر مدفون. كنت عارف بلي هاد الحلم عنده معنى، واخا ما عرفتش في ديك الساعه وما قلبتش عليه. ولكن في ديك اللحظه بالذات وسط الظلمه والرماد حسيت بواحد اليقين شعل في قلبي بحال شي شمعة ما كتطفاش. في ديك الحفرة اللي حفرت بيديا كنت متأكد باللي غنخرج من هنا حي. اول ناس كيجيو لبالي واول ناس خاصني نجبدهم بالخير قبل اي حكاية هما الرجال، هذوك اللي دازو في تتمامات، الاحياء والاموات، ملائكة وشياطين، حكماء ومجانين. الرجال تلاحوا في واحد العالم، عالم ضاقوا فيه اقصى حدود القهر وتعيشوا فيه مع اهوال ما يطيق عاقل. هاد الرجال هما اللي باغي نرفع عليهم هاد التحية، وهما اللي باغي نهدي ليهم هاد الحكايات. بزاف منهم مشاو، ما بقاوش بيناتنا باش يعاودوا وجعهم ولا على فرحتهم اللي كانت نادرة، وعلى آلامهم وأمالهم اللي كانت مدفونة وسط الحيوط. وأنا اليوم بغيت نكون الصوت ديالهم، بغيت نعاود كيفاش عاشوا وكيفاش واجهوا الموت وبكل صدق. بغيت نقول تجربتهم كيف ما عشتها، نهديها لعائلاتهم ونهديها لكل واحد فيكم، كل واحد كيحس في الداخل ديالو بالوجع داك الظلم اللي تظلموا خوتنا، وكأنه هو اللي جاتو ديك التصرفيقة في حقه. بين هاد الرجال كان كاين جاري اللي كان كيقابلني في الحبس، سميتو دريس الدغوغي. ولكن المكتوب ديال هاد السيد فيه واحد الغرابة ما يصدقها عقل. راه متولدش بسميت دريس، تولد بسميت قاسم. كيفاش؟ با كان شيخ وكانت عنده مرة الاولى، عطاه الله منها ولاد كتار. كان الكبير فيهم سميتو دريس، كان عنده ديك الساعة 40 عام فاش تولد قاسم السيد اللي كنهضروا عليه. ومني كبرت المرة الاولى وحسيت بلي عمرها ما بقاش كيسمح لها تولد. شنو دارت؟ كانت مرة كبيرة وعاقلة، مشات هي بيد لراجلها وقالت ليه تزوج بمرة اخرى. ماشي غير هكاك، راه هي اللي مشات للقرية وهي اللي اختارت العروسة وهي اللي خطباتها ليه، وقالت ليه ديك الكلمة اللي بقات للتاريخ: هي تولد وانا ربي. هكا كانت الدنيا، وهكا كان المصير ديال قاسم اللي ولا من بعد دريس. جا قاسم للدنيا دايرين بيه جوج عيالات، ولكن زوجة الاب كانت مسيطرة، خدات للدري الجهة حتى ولا كيشوفها هي الوالدة. امو الحقيقية كان كيعيط عليها بسميتها، والويل اللي قدر يعارضها كانت هي اللي كتحكم في المسار ديال الدري. نهار بغاو يقيدوه في المدرسة، الام ديالو كانت باغا ولدها يخرج من الاميه اللي طبعات خوتو الكبار، وباش يدخل المدرسه كان لازم الاوراق الحاله المدنيه. الاب اللي كان كيدير اللي في جهدو باش يرضي العواصف ديال الدار مشى للاداره وقيد ولادو كاملين. وهنا فين وقعت الفضيحه، خطا في التقييد، خلط بين تاريخ الميلاد قاسم وتاريخ ميلاد خوه دريس، خو اللي كان السن ديالو كبير بزاف. نهار مشى الدري يطلب رسم الولاده لقراته في سجلات فايت 50 عام، يعني قانونيا فات السن مدرسة بقرون. السلسلة ديال الإجراءات والقضاء كانت كابوس كيزيد يعقد الأمور، ولكن لقاو الحل الأيسر اللي كيبين التخربيق كامل. قالوا يتبادلوا السميات. قاسم اللي كان عاد عنده 5 سنين ولا سميتو دريس، ورث اسم خوه الغير الشقيق كيف ما ورثت مو الدار. وبديك الكذبة البيضاء قدر يدخل المدرسة ويقرا ويطلع في المسار ديالو حتى ولا طيار حربي
وسافر لبعيد حتى لأمريكا باش يدير التجارب ديالو. قاسم اللي ولا دريس سافر لبلاد بعيدة ما كانش عارف بلي هذيك السخرية اللي بدات في الباب ديال الدار مازال مخبية ليه قدر كبر. وفي وصول الغرب في واحد الزنزانة الدغوغي كان عنده واحد المشكل في الخدمة ديالو. طيار كيعلم الناس يطيروا وهو في الحقيقة متعلمش كيفاش يهبط بسلام. غرق في الإحباط ديالو في كيسان الشراب في ريش القمر وفي حضن العيالات كيقلب على النسيان في خيبة ولا خيبة. حياته ولات محكومة بنظام غريب 24 ساعة مقسومة 16 ساعة ديال الخدمة كيكون فيها الراجل المزيان المتوازن المخلص بخدمته، غير كيسالي كتبدا 8 السوايع ديال الضياع. كيولي فاقد الوعي مسطي بالشراب وغارق في متاهات خاسرة حتى طاح في المكتوب. مو مستخفات به جات سكنات معاه لقات عنده المأوى ولقى عنده هو الخدامة اللي كدير شغل الدار بلا مقابل وهي غارقة معاه في كيسان الشراب. بضع سنين دازت في هاد العابات حتى قررت ديك المرأة اللي رباتو زوجة الأب تدخل هاد المرة بغات تصلح حياته. اختارت ليه بنت من القرية وزوجاتو، ولكن السذاجة ديالو والخيانة اللي كان كيعيشها في بيت الزوجية وجدات ليه فخ ما كيتنساش. العاشقة فاش عرفات بالزواج ما بكات من وضع الصداع، دارت خطة شيطانية. قلبات على راجل فيه مرض السيفيليس، هاد المرض داير بحال السيدة. قلبات على مرض السيفيليس في مرحلة متقدمة، ضاجعاتو ونقلت العدوى لجسدها باش ترجع دوزها ليه هو كنوع من الانتقام. نهار رحلات قالت ليه بصوت هادي كيشفي الغليل: بسلامة، انا خليت لك البؤس ديالي. تزوج دريس لقى راسو في استقرار شكلي، ولكن داتو كانت صافي الدهلواد. مرض السيفيليس وصل للمرحلة الأخيرة، صحتو تهلكات، الشقيقة كانت كتهرس ليه الراس، ما كيقدر ياكل والو وعقم أبدي. مراتو ديك البنت القروية اللي تربات على طاعة الراجل صبرات وقبلت بوضع الشهيدة، أما هو رجع كيغرق كتر في كيسان الشراب ومضادات الاكتئاب. ولات حياته عبارة على ملفات طبية ومواعيد في مستشفيات عسكرية. واحد الطيار كان كيحلم بالسما انتهى بيه الحال ضحية للانتقام والمرض والعزلة اللي ما كترحمش. جات محاولة انقلاب وقبل منها بشهور كان الدغوغي خرج في عطلة مرضية، غير رجع وقعت اللعنة. عام كامل دوزو في كاشو. الطبيب كان كيضرب ليه حقنة الفاليوم باش يسكن ليه الالام والاضطراب، ومن تما تنقل لتازمان مات. فاش حطوه في الزنزانة اللي قدامي الرفقاء اللي كانوا كيعرفوه خرجت ليهم الخلعة، كانوا كيتسناو جيرانو يعانيو من عذاب واضطراب، ولكن ما وقع والو من هادشي. دريس تعلق بالحياة وتعلق بيا، ولينا كنهضروا ليل ونهار، كان كيبغي يحكي وانا كنسمع. كانت هذيك هي الوسيله الوحيده باش ما يغرقش. في البدايه الرفقاء خلاوه يهضر حتى في الليل، كان كيعيط ليا باش نعاونو نخلصو من الوسواس اللي كان كيجيه. كنت كنقنعو: شوف، هاد الهواجس راه ماشي حقيقيه، هادشي غير حيت داتك محتاجه للدواء اللي تحرمتي منه هنا. كان كيسلم بالامر كيهدى حيت في تزمان مرد ما عندكش اختيار. الاختيار الوحيد اللي كان بيدينا هو المقاومه الدينيه. كان لازم نحافظوا على كرامتنا لاخر رمق، واخا تضيق الدنيا واخا يشرس الجسد. هذيك الكرامه كانت هي الحاجه الوحيده اللي ما يقدر حد يسلبها علينا. في تزمان مرد دريس نجا، وفاش وصلوا السجناء الاخرين وتم نقل باقي الرفقاء تنقل حتى هو للبناية الاولى وتخلص من ديك المحنة اللي كانت غتاكل عقله. قدرة قادر ملي خرج من المعتقل دار تحليل وفحوصات وتاكد بلي المرض اللي كان كينهش فيه صافي مشى. تما تلاقى مراتو اللي بقات كتسنى سنين وسنين. اليوم ما بقاش محتاج الادويه، ولكن الزمن خلى اثاره. بقى عاجز على الانجاب، كانها ضريبه اخرى على ضرائب هذيك المحنه. دوغي بالنسبه ليا هو اكثر واحد كيخليني نحس بالعجيزه بوجودي في تزمان مات. كنقول مع راسي لو كان مقدر ليا ندوز هذيك المحنه كلها غير باش نكون سبب في ان دريس ينجا ولا يلقى حد يسمعه في داك الليل الطويل، فوالله ما ندم وما نتحسر على ثانيه دازت عليا تما. هذيك هي مصدر فخري، حيت كنا عايشين في خندق واحد والمصير واحد. تما ما كاينش انا، كاين غير حنا.
كنا كنعاونوا بعضياتنا باش نقدروا نوقفوا في وجه الضيق، يا اما نخرجوا كاملين يا اما نبقاو كاملين. وهذاك كان هو السر اللي خلانا كنا مساندين بعضياتنا في ديك البلاصه فين كان كلشي كيقول باللي البقاء مستحيل. في ديك الزنزانه كان المحيط البشري هو القدر ديالي، جيراني كانوا هما العالم اللي كنواجه في راسي كل يوم. في اليمن ديالي كان بندورة، الوحيد اللي كان خارج السرب، عايش بوحدو غارق في واحد الفرن ديال الحقد والضغينة، محول حياته وحياة اللي حداه الجحيم. هاد القصة بوحدها غنرجع ليها في الاخر. في اليسر ديالي كان الراقب عبد العزيز عبابو، ديك الفراشة اللي احترقت جناوحها فاش قربات من الضو ديال خوتو الكبار اللي كانوا مشهورين في العالم. وقدامي كان عاشور، دير بحال شي شخصية خرجت من شي رواية، شخصية معقدة ومحيرة. هذا هو المحيط اللي كان خاصني نتعايش معاه. شفت فيه الروح المغربية بكل تجلياتها، المكر، الحيلة، الود والصدق. وسط الوجوه شفت صورتي انا. بديت كنعلم راسي كيفاش نفرق بين المهم والتافه، بين اللي غيبقى خالد وبين اللي ما هو غير عابر وزيد. تعلمت كيفاش نتجاوز الغضب وكيفاش نحاول نفهم، كيفاش نصفح. وما نقدرش نقول تعلمت نحب، حيت الحب عندي كيجيب لي واحد الاحساس ما يمكنش، واحد الرهبه وواحد الاحساس اللي كيهدد الكيان. الدين كان هو الملاذ ديالي، كان هو المعين اللي خلاني نقهر الجنون ونواجه الموت اللي كان ديما كيحوم فوق راسي، كيعمرني بالاوهام والحراره. ولكن ما داش وقت طويل حتى بدات الموت كتطق بيباننا، وبدا كيدي من حدايا الناس اللي يلاه بديت كنعرفهم، كنشوف خصالهم ونلمس مزاياهم. اولهم كان شمسي اللي كنا ملقبينه بالشميشه. مداش بزاف فاش تعرفنا عليه، كان هو اول الراحلين. كان دري عنده واحد الكاريزما وواحد الهيبه طبيعيه كتخلي الكل يحترم. هذيك الهيبه كانت نافعانا بزاف في البدايه، كانت هي السبب اللي خلاتنا نلطفوا الاجواء بيناتنا، بين مجموعتنا حنا الموشات اللي جينا من الصخيرات، وبين مجموعتهم هما الطيارين. كان هو الجسر اللي كيربط بيناتنا، وفاش مشى خلى فراغ كبير. بقى شميشة حتى الاخر راه ما قادرش يستوعب شنو واقع عليه. كان كيعيا يفهم كيفاش حياته ومساره المهني اللي كان كيفتخر به، والمكان اللي وصل ليها بجهده وعرقه يتبخروا في لحظة بحال الدخان، بحال الدخان القذائف اللي ضربت الطيارة الملكية. ديك القذائف اللي ما فجرتش غير الطيارة، فجرت معها حياة عشرات الناس وشتت العائلات، خلات داك الركود والنعاس اللي كان ضارب على المجتمع وعلى الجيش في هاد البلاد. أصعب حاجة كانت عليه هي أنه تحرم من تشوف هاد الأم اللي كانت ساكنة في قلبه، اللي كان كيعتبر راسو مدين ليها بكلشي. تما بدا العقل كيهرب ليه، ما بقاش كياكل، ما بقاش كيتغطى، كيخلي الساعات دايزة وهو جالس في البرد غارق في واحد العزلة متوحشة. كان كيتخيل راسو حدا مو مسكينة كيشوفها قدام عينيه في الظلمة ديال الزنزانة. كان كيتلو على جنبه ويحط راسو بشوية على الفخذ ديال امو، بحال شي دري صغير قدام الموقد ديال العافية. كيريح قدامها، كيمد لها الماكلة، كيواسيها، كيتوسل لها باش ما تبكيش. انا هنا امي، ما تبكيش، راني جاي عندك، ما تعطلتش، سمحي لي يا امي. كان كيغرق في ديك المشاعر ديال عقل المريض، عامر كآبة وندم. وفاش كيرجع للواقع كيبقى يلاحق داك الخيال العزيز على قلبه، ما كيسمع لا لغواتنا لا خوفنا عليه. هنا غيسالي البارت الثالثة من قصتي في القبر. باقي بزاف ما يتقال في ليستوار. شوف.